بقت عاجباك قوي السكه الشمال. احنا بس محتاجين فرصة عدل. يا ده انت كنت بتضرب خيط من النسر مش الامضه بس. ومحدش هيعرف شكلنا ولا هيكشفنا ولا اي حاجه. احنا عايزين نعرف ازاي نقدر ناخد الفلوس دي من غير ما نتلط او نتحط في اي مشكله. النهاردة بنعمل مراجعة لمسلسل فقرة الساحر بعد عرض 5 حلقات للمسلسل. المسلسل بطولة أسماء جلال وعلي القاسم وطه دسوقي، تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن. عمل فيه إبداع من كل العناصر المسلسل. طبعا لو اتكلمنا عن القصة، كاتبها مؤلف زي إياد صالح بتطمن، وخصوصا لو عرفت إنه اللي عمل الحريفة 1 و2 وبرنامج عالم سمسم وبرنامج صاحبة السعادة ومسلسل الكتيبة 101. نيجي للإخراج، تامر محسن عمل شغل إخراجي في بداية المسلسل بموضوع الفلاش باك، بحيث يعرفنا أبطال قصتنا ماضيهم كان إزاي وربطهم ببعض من غير ما نحس بملل. كمان اختيار أماكن التصوير كان بصراحة تحفة، خصوصا إنه مش غريب عليه إنه ورا أعمال كبيرة عملها قبل كده زي لعبة نيوتن وتحت السيطرة وبدون ذكر أسماء. المسلسل فكرنا بأعمال النصب اللي كانت بجودة عالية زي فيلم كده رضا ومسلسل ميت وش. لو جينا على الممثلين، القصة خلت لكل شخصية فيهم مهارة مختلفة. لو شفنا أسماء جلال، تخصص الكمبيوتر والهاكينج. لو جينا لطه دسوقي، هو المبدع اللي في القصة، هو الرسام اللي هو بيقوم بالدور اللي هو الجانب الفني. طبعا احنا عارفين طه دسوقي ان هو اللي شايل الجانب الكوميدي طبعا في المسلسل. طبعا لو حطيته هو واسماء جلال بس، هتشوف فيهم فيلم عصابة حمادة وتوتو اللي كان بطولة عادل امام ولبلبة. علي القاسم واخد بقى الجانب اللي هو الجاد اللي عليه الجزء التعامل مع الناس اللي بيرتب افكار المجموعة. المسلسل واخد اكتر من جانب، هتلاقي فيه الكوميديا والاثارة والتشويق وتسلسل احداث، وبتخليك تنتظر تكمله للاخر. الناس نوعين، في ناس طماعين وفي احنا